كان في راجل ومراته 2 كبار في السن، بيحبوا ربنا جدا وبيعملوا كل وصاياه، وما كانش عندهم أطفال، وكان نفسهم جدا يجيبوا أطفال، وصلوا كتير عشان ربنا يديهم. الراجل ده اسمه زكريا، ومراته اسمها أليصابات. يا أليصابات، افرحي معايا، ربنا اختارني عشان أدخل الهيكل وأقدم البخور لمجده. ألف مبروك يا زكريا. وفي يوم من الأيام راح الهيكل، وهو واقف بيصلي فجأة ظهر له ملاك شكله جميل بلبس أبيض ومنور، واقف على يمين مذبح البخور. أول ما شافه زكريا الكاهن اتفاجئ وخاف جدا. ما تخافش يا زكريا، أنا جاي أبشرك بخبر حلو، إن ربنا سمع صلاتك أنت وأليصابات مراتك أليصابات هتحمل وتولد طفل، وهتسموه يوحنا، وهيكون سبب فرح ليكم والناس كتير. إزاي هيبقى عندي طفل؟ أنا بقيت راجل عجوز. هو بعتني ليك عشان أبلغك بالخبر المفرح ده، وهديك علامة عشان انت ما صدقتنيش، فلغاية ما مراتك أليصابات تولد يوحنا انت مش هتعرف تتكلم غير يوم ما يوحنا يتولد. زكريا مذهول مش مصدق، خلاص الحلم راح يتحقق. الله استجاب بعد ما تأنى، والعاقر هتولد يوحنا. الله استجاب بعد ما تأنى، والعاقر هتولد يوحنا. ولما خرج زكريا من الهيكل سألوه: مالك؟ في حاجة حصلت لك؟ حاول يتكلم ويحكي لهم، لكن معرفش يتكلم زي ما قال له الملاك. وبعد ما خلص أيام خدمته في الهيكل رجع لبيته، وحكى لأليصابات مراته كل اللي حصل ومجدوا الله. وبعد أيام أليصابات بقت حامل، ولما ولدت أليصابات يوحنا فرحت جدا. ألف مليون مبروك. هتسميه ايه يا أليصابات؟ ها اكيد هتسميه زكريا زي ابوك كاهن. ايوه، يبقى اسمه زكريا الصغير ابن زكريا الكبير. لا خالص، انا هسميه يوحنا. يوحنا؟ ازاي يوحنا؟ انتوا مفيش حد في عيلتكم اسمه يوحنا. هتسمي ابنك ايه يا زكريا؟ ها فطلب زكريا لوح من الخشب يكتب عليه، ولما جابوله اللوح كتب عليه يوحنا. وأول ما كتب يوحنا لسانه اتفك، وفضل يصرخ ويقول: يوحنا يوحنا يوحنا. يوحنا المعمدان ملك أرسله الله، يجهز الطريق للحق والحياة. أمه أليصابات وأبو الكاهن زكريا، 2 قديسين عايشين حياة نقية. وكبر يوحنا وبقى مليان بروح ربنا، وسكن يوحنا في الصحراء، وأكله كان عبارة عن عسل نحل وجراد بري. وابتدى ينادي على كل الناس إنهم يتوبوا ويرجعوا لربنا. وكان كل اللي بيسمع كلام يوحنا ويتوب بيعمدوا يوحنا في نهر الأردن. وهو بيكلم الناس عن ربنا شاف شاب جميل. الشاب ده كان الرب يسوع، وجه من مدينة الجليل لحد نهر الأردن، المكان اللي بيعمد فيه يوحنا. عمدني يا يوحنا. يا رب، ازاي انت تطلب مني اعمدك؟ ده انا اصلا ما استاهلش ان افك رباط حذائك. ده انا اللي محتاج منك انت اللي تعمدني، مش انا اللي اعمدك. دلوقتي يا يوحنا انت اللي هتعمدني، ولازم اعمله عشان نكمل كل بر. وفعلا بدأ يوحنا يعمد الرب يسوع، وغطسه في المية، ورفع يوحنا عينيه للسماء. ولما طلع الرب يسوع من المية حصل أمر عجيب جدا. السماء اتفتحت ونزلت حمامة بيضة كبيرة شكلها جميل قوي، ووقفت على كتف الرب يسوع، وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ده كان صوت الآب اللي فرحان بابن ربنا يسوع المسيح.
وكان الملك هيرودس بيحب يوحنا جدا وبيخاف منه، لكن هيرودس عمل حاجات غلط كتير جدا ما كانش ينفع يعملها. وأكتر حاجة غلط إنه كان عاوز يتجوز مرات أخوه اللي اسمها هيروديا، وما كانش ينفع خالص. يوحنا ساعتها راح له القصر وقال له بكل قوة: حي هو الرب اللي أنا واقف قدامه بخدمه. ما ينفعش يا هيرودس تتجوز مرات أخوك، ولازم تبطل الشر اللي بتعمله، لأنك كده بتغضب ربنا. ولأن يوحنا كان بيأنب هيرودس، فهيرودس اتغاظ وحبس يوحنا علشان يسكته. وفي يوم عيد ميلاد هيرودس عمل حفلة كبيرة جدا، عزم فيها الأمراء والوزراء وكبار الشعب. ولما سكر هيرودس قامت هيروديا خلت بنتها سالومي ترقص قدام هيرودس، فاتبسط هيرودس جدا وقال لسالومي: برافو يا سالومي، انت جميلة وهايلة قوي. اطلبي واتمني ألماظ أو ماس، أقسمت أنا هيرودس أنتيباس إني هنفذ مهما طلبتي حتى لو كان نص مبلغتي. ماما، شفتي هيرودس الملك اتبسط مني ازاي؟ ده حالف ان اللي هطلبه هيعملهولي. ايه رأيك؟ أمي قوليلي أطلب إيه، قولي بسرعة محتارة ليه. أمي قوليلي أطلب إيه، قولي بسرعة محتارة ليه. اطلبي من هيرودس يموت يوحنا المعمدان. وفعلا سالومي قالت لهيرودس: أطلب يا مولاي الآن رأس المعمدان. وزعل هيرودس ازاي هيقتل يوحنا لأنه كان بيحبه، لكن لأنه الملك هيرودس أقسم قدام كل الشعب فما كانش ينفع يرجع في كلامه، وبعت جندي موت يوحنا المعمدان في السجن. وكل الناس زعلت على يوحنا لأنه كان إنسان نبي وقديس وبيقول الحق. يوحنا المعمدان السابق